يا ابن القهالي جيت لك بالمقصود، أسأل عن أحوالك وكيف الغربة، يا راعي الهامات يا راعي الجود. البعض يشكي قال إني كربه، قلت أسألك كل صح هذا المنقود، أما اليمن كلا بيتبع دربه، الوضع متقلب وكله معصود، شقا تعب والهم مثل الشربه، لكن عد اصبر دام ربي موجود. هذا كلامي بالأخا والقربه، والرد عندك والجواب والمرسود، يا ابن السعيدة يا ابن ساس العربة، يا ابن السعيدة يا ابن ساس العربة. قال يا مرحبا ترحيب ما له معدود بالشاعر اللي دايما نفخر به. اي والله ان النفس يا اخي مسدود، المشكلة ما فيه شيء نعمل به، المغترب حاله مثيل المطرود، ومن تغرب يعتبرها نكبه، هو رزق من ربي ومثل العنقود للعبد لا سهل يسهل دربه، والبعض يجحد خالقه والمعبود في كل يوم يكذب 30 كذبه، والبعض رزقه بعض ربي والكود بينه وبين الرزق حقه زربه. أكبر دليل العولقي يا ابن الجود محبوط، والأرزاق فوقه صبار، أرزاق ما هي بالشطارة بدعود، ومن يريد الرزق يدعي ربه، ومن يريد الرزق يدعي ربه. وسلامتكم.